السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ جيت اليوم وياكم مشاركة جديدة وإن شاء الله تكون خفيفة الظل عليكم. مشاركة اليوم وياكم من بيت أختي أم مهدي، الله يحفظها ويحفظ كل أخواتكم. أنا مسوية هاي الأكلة وياكم، لكن حبيت أعيد التجربة وياكم من بيت أختي. حضرنا كل الشغلات اللي نحتاجها والخضروات والآلات للدولمة العراقية معشوقة العراقيين. لا تقولولي ماكو أحد عراقي ما يحب هاي الأكلة. وهنا بلشنا نثرم البصل، ثرم ناعم، وحفرنا كل الخضروات. هاي كل الخضروات اللي حفرناها. وطبعا مثل ما دا أذكركم وعلى بالي أنتم وأتعب لعيونكم وأي مكان أروح أصوركم، أكيد ما راح تنسوني باللايك والاشتراك والمشاهدة الحلوة نفسكم. هاينا كملنا كل الحفر الثرم والسلق، قصصنا خلينا السيقانة واحد والورق واحد، وخلينا تمن كمية قليلة أقل من الحشوة حتى تكون الحشوة أبرز منه واللحم أيضا. وخلينا شوية من الزيت حتى تظل متفاككة الدولمة ما تتلازق شي على شي. خلينا قوطية ونص من المعجون لأن بالبيت يحبونها حمرة وحامضة فحسب رغبتهم. اليوم سوينا الدولمة. دبس الرمان يعطيها طعم طيب والحموضة تكون متوازنة. أيضا ضفنا لها وبدينا نحرك بيها بالخاشوقة. طبعا أنا ببيتي من أسوي دولمة لا أشتغل بإيدي، يعني حتى أجانس الخلطة بإيدي، بس أختي قالت لي يعني ما أعرف إذا مو بالخاشوقة. وهنا أنا سويت لكم نموذج كلش بسيط من لف الدولمة. قلت خليني أراويكم ولو شي بسيط وأروح أني وأختي نلف الدولمة وأرجع وياكم حبايبي أراويكم اللمسات الأخيرة. هاي الطريقة، هاي لفة الدولمة اللفة. أني صراحة أحبها قاعدة عربية هيج بالقاع وخابصة وهيجي. لا أختي تقول لا أنا أحبها أني واقفة ألفها. وكملنا لفة الدولمة وخليناها على النار وصارت الريحة مالتها تجنن، وصارت دولمة معدلة. سهمكم ألف مليون عافية عوايب. ولهنا كملنا غدانا لليوم والدولمة كملت وصارت تجنن وريحتها تجنن. لهنا أنهي فيديو اليوم وياكم، انتظروني فيديوهات ومشاركات جديدة. سهمنا وسهمكم ألف مليون عافية حبايبي، في أمان الله.